السلام عليكم حبوباتي، نتمنى ان شاء الله تعودوا بخير وعلى خير في تمام صحتكم وعافيتكم ان شاء الله. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة. وهون حبيباتي جيت نشارك معاكم صباغة للشعر باللون الذهبي. هذا هو اللي نستخدم انا في الصباغة كالنوعية ديال اكسيلونس رقم 7/3. كيف تلاحظوا معايا في الباكات ديالها هادي زين. ندور نشارك معكم إلا طريقة الاستعمال حبوباتي اللي قاع تصبغ لا في البيت، ما عندها قاع وقت قاع اللي تمشي شور كوافيرة ولا شي. وهون حبيباتي هذا الرقم زين ديال 7/3 يخرج لك ذاك اللون الذهبي يعود شعرك قاع مصبوغ ان شاء الله حبيباتي. كيف تلاحظوا هون حبوباتي كاين الا كيف يعود لون شعرك وملي والصباغه كيف تمرق لك نتيجتها. انا عندي الرقم هذا الاولاني ديك اللي تلاحظوا معايا، وندور يعود اللون لا كيف ذا ان شاء الله حبوباتي. هذا الرقم 7/3 زين تبارك الله ما شاء الله خرج اللون زين. وهون عندي البرودوي هذا وعندي الصباغه. كيف تلاحظوا حبيباتي هادو اللي يخلطوا الاثنين مع بعض، اللي تخلطي هذا البرودوي مع الصباغه وملي اللي تفوتي شي تصبغي شعرك عنك تحاني لين يمرق لك اللون. وكاين معاه الشامبو كيف تلاحظوا، كاين معاه الديميلور هذاك كريم الى سالي مولي تغسلي شعراتك وتعدليه. وكاين هذا الفرشاة هذه اللي تصبغي بيه إلا عادتي قاعد دوري تصبغي بيها ما عادتي مولي صبغي العبيد فيها هاد القفازات كيف تلاحظوا. وهما اللي تقدي قاعد تخلطي الصباغة مع البرودوي في جبانة تقدي قاعد تخلطي اللهون حاق بعد حبوباسي. وهون حبوباسي اللي فتحت هذه البرودوي هذا اللي هو اللي ندار معه الصباغة، اللي تصبي البوش الصباغة كامل على داك البرودوي اللي عندك في هذا البوش حاق بعد حبيباتي. كيف تلاحظوا معايا انا صبيته كامل لا للضياع حبوباتي. ان شاء الله يعود الفيديو ما هو ممل، وان شاء الله يعود فيه الفائدة. تعرفوا دريك عنه الصيف ولا بد من التغيير، تقدروا تفتحوا الصباغة من هون لا عساكم تجرحكم وتقدوا ملي لا تمشيو معاها لي ما تخليو فيها شي. شعارنا لا للضياع حبوبات. ان شاء الله تعود الفكرة واصلة حق بعد. وهون بعد من فرغت الصباغة في البوش هذا اللي نقفله ونسمى نخضها لين مولي يخلط الصباغة مع البرودوي جيدا حبوباتي، ولنطبقوها على الشعر يعود ما هو مغسول 3 أيام ولا 4 تعود زغبت متوسخة شوي باش تقبض فيها الصباغة ويمرق لك اللون داك اللي غايتك فيه حاق بعد حبوباتي. نستخدمو دا المشط ولا عادتي قاعد تستغني عليه ديري البرودوي ديالك لاف زلافه وتخلطي ولا عساك على يديك ديري القفازات وتسمي مولي علي وتسمي مولي دلكيها جيدا وحدنا يمرق لك داك اللون. اما اللي قبضي وغسلي بهذا الشامبو وما اللي فوتي شي وديري هذا الكريم هذا خليه يفوت فيك شوي. اما اللي وغسليه بصحتك وراحتك يصل الصحة والراحة. أنا بعد مرق لي اللون الزين داك اللي غايتي فيه والله يوصل صحتكم وراحتكم إن شاء الله حبوبات.